بيكم معايا في حكاية وقصة جديدة. أعرفكم بنفسي. أنا مي، مش متجوزة، أنسة لسه. عندي 22 سنة، على قدر كبير من الجمال، وجمالي كان سبب نجبتي. مجرد ما أبويا متوفى كنت بشوف كل العيون طمعانة فيا أنا وأمي، وده اللي خلى أمي تسرع في جوازها من سعد، وده يبقى جوز أمي الحالي. ساعتها سعد كان عريس لقطة وجاي عن طريق وسيط. سعد ميسور الحال وبيشتغل في منصب مرموق في بنك كبير، وعنده فلوس بالكوم، ده غير الأملاك وخلافه. بس أمي بصراحة يومها قالت لي إن السبب الرئيسي لموافقتها هو عشان يبقى معانا راجل يحمينا. وفعلا تمت الجوازة، ولكن للأسف طلع حميها حراميها. وسعد طلع شخصية زبالة، بخيل وأناني ومعندوش ضمير وبتاع ستات. لا، والأنيل من ده كله إن عنده بنت كمان ما تتخيرش عنه. بنته دي كانت عبارة عن كتلة من الغل والحقد ماشية على الأرض، وتحس إن هي عايشة بس عشان تكره وتغل للناس اللي حواليها من غير سبب. المهم بعد ما ارتضينا أنا وأمي بالعيشة معاهم، ازداد الأمر سوء، وأمي جالها مرض اللعين، وتقرر إن هي تعمل عملية بمبلغ كبير. لكن جوز أمي رفض يدفع لها الملايين في علاجها، فبدأت إن أنا أتدخل وأطلب منه إن هو يعمل لها العملية. فهنا بدأ يساومني وكأنه لقى فرصة يوصل بيها للي هو عاوزه مني، لأن كنت ملاحظة إن هو من يوم ما شافني وهو بيلاحقني بنظراته الجعانة ووقحته المتناهية، وعلى طول كنت بهرب منه لغاية ما وقعني في المحظور وحطلي مادة مخدرة في الشاي. ولما رحت في النوم عمل معايا حاجات محرمة ينهي عنها أي دين، وياريته اكتفى على كده. ده صورني كمان أثناء ما كنت معاه واحنا في أوضاع وحشة قوي، علشان يبتزني وابقى تحت أمره، أبقى تحت أمره دايما. واللي زاد وغطى إن هو بيساومني دلوقتي، وحاطط حياة أمي في كفة، واستمرار علاقتنا الوحشة في كفة تانية. ولما طلب مني إن أنا أقرر وأشوف أختار إيه، قررت إن أنا أتعامل معاه بنفس أسلوبه، وفهمته إن أنا موافقة باستمرار العلاقة، لكن بشرط واحد بس، وهو إنه مش هيلمسني تاني غير لما أمي تعمل العملية وتقوم بالسلامة. وطبعا هو كان عنده الضمانات اللي هتجبرني أوفي بوعدي بعد علاج أمي، وهي الفيديوهات اللي ماسكها عليا. أما عني أنا، في يوم ما وافقت وكنت مقررة إني لازم أخلص منه للأبد وأقتله. أيوة، اللي زي سعد ده لازم يموت. لكن كان لازم أفكر في طريقة ذكية جدا، بحيث إن أنا أخلص منه من غير ما حد يعرف إن أنا اللي قتلته بالطريقة دي، أو حتى ليا صلة باللي حصل له أو باللي هيحصل له. وطبعا كان لازم يحصل قبل ما أمي تعمل العملية. المهم مشي الحال على كده، وبدأ سعد يفكر فعليا إن هو يدخل أمي المستشفى، وأنا بدأت أفكر إزاي هخلص منه. بس قبل ما أعمل كده كان لازم أمسك التليفون بتاعه وأحذف الفيديوهات بتاعتي من عليه. وأول حاجة عملتها هي إني أراقبه لغاية ما أعرف الباسورد بتاع التليفون. وفعلا وفي نفس اليوم راقبته، وبفتح التليفون بتاعه، وفي أول فرصة استغليت فرصة دخول الحمام وفتحت الموبايل. لكن للأسف ما لقيتش أي أثر للفيديوهات، وقلت يمكن محتفظ بيهم على الكمبيوتر. المهم، فأثناء ما أنا كنت بفتش اكتشفت بلاويه، أولها إنه عامل علاقات شمال كتير مع بنات على النت وغير النت. لكن أكتر علاقة لفتت نظري هي علاقته مع موظفة معاه في البنك واسمها هناء. وده عرفته عن المحادثات اللي ما بينهم والصور اللي هي بعتها له. الست دي متجوزة، ولما قريت محادثاتهم لقيت إن العلاقة بايظة على الآخر. لكن فهمت من كلامهم مع بعض معلومة مهمة قوي، وهي إن سعد جوز أمي مخلف ولد شاب اسمه محمد. ابنه ده مسافر برا، ولما شفت صورة ابنه لقيته شاب وسيم قوي، وباين على هيئته إن شيك وميسور الحال. لكن استغربت ليه سعد جوز أمي ما جابش سيرة ابنه ده قدامنا أبدا. وفي أثناء ما كنت بتأمل صورة ابنه سمعت صوت باب الحمام بيتفتح. كنت هكتفي بكده وأقفل الموبايل، لكن معرفش ليه استوقفتني صورة صاحبته دي، فبعت صورها لموبايلي بسرعة وأخدت رقمها كمان عندي.
ساعتها أنا ما كنتش عارفة أنا هاعمل إيه برقمها ولا الصور بتاعتها، بس أهو أي سلاح أمسكه ضد سعد وخلاص. المهم قفلت بعدها الموبايل ورجعته مكانه وكأن شيئا لم يكن، ورجعت أفكر تاني إزاي أخلص من سعد جوز أمي قبل ما أمي تعمل العملية ويجبرني بإني أوفي بوعدي. وفضلت طول الليل أفكر لكن ما وصلتش لحل. وتاني يوم لقيت سعد جوز أمي جاي بيقولي روحي اتفقي مع الدكتور اللي هيعمل العملية لأمك. ففرحت قوي واتصلت بسرعة بصاحبتي علشان تيجي معايا أنا وأمي للمستشفى. وفعلا اتفقت معاها إن أنا هقابلها عند المستشفى. وبعد ما لبست ورحت على أوضة أمي علشان أطمن عليها وأبشرها إنها خلاص هتعمل العملية وخلاص هتخف، لكن أول ما قلت لأمي الخبر ده لقيتها استغربت وسألتني وقالت لي غريبة قوي الحكاية دي، ايه اللي خلى سعد يغير رأيه فجأة كده؟ قلت لها بابتسامة يمكن يكون ربنا هداه، أو يمكن يكون فكر في شكله قدام الناس. المهم دلوقتي إنك تقومي علشان هتعملي العملية، يلا عشان تقوميلي بالسلامة. ويلا بقى قومي بسرعة البسي علشان نروح نتفق مع الدكتور على ميعاد العملية. أخدتني أمي في حضنها وقالت لي خدي بالك من نفسك يا بنتي. فحطيت راسي في حضنها وقلت لها أنا هاخد بالي منك دلوقتي علشان انتي أغلى حاجة عندي، أغلى من نفسي. وطبطبت أمي عليا وبعدها أخدتها وخرجنا. وقدام باب المستشفى قابلنا يمنى صاحبتي اللي كانت مستنيانا. وبعد ما الدكتور كشف على ماما قرر إن هو يحجزها علشان يجهز العملية. وبعد ما عرفت من الدكتور تكلفة العملية اللي لازم أدفعها للمستشفى حاولت أتصل بسعد علشان يحول لنا المبلغ، ولكن سعد كان قافل موبايله كان مقفول. فقررت أخد صاحبتي ونروح له على البيت عندنا. وفي أثناء خروجنا من المستشفى صاحبتي قابلت واحدة صاحبتها واسمها منال. وبعد ما سلمت على منال قالت لها انت بتعملي ايه هنا؟ قالت لها خطيبي جاي يغير على الجرح هنا في المستشفى وانا مستنياه هنا. واثناء ما صاحبتي وهي وصاحبتها كانوا بيتكلموا خرجت الممرضة من الكشف ونادت على منال فاستأذنتها لثواني، بس أكدت على يمنى إن هي تستناها لما ترجع. وأثناء ما كنا بنستناها بصيت لصاحبتي وقلت لها باين على منال صاحبتك بتحب خطيبها قوي. قالت لي دي بنت هبلة ومش عارفة إنها بتودي نفسها في داهية. قلت لها ليه بتقولي كده؟ قالت لي منال رايحة تتخطب لواحد فيه عبر الدنيا كلها وأخلاقه زي الزفت، والأفظع من ده كله إنه بلطجي. قلت لها بلطجي ازاي؟ يعني هو بيشتغل ايه أصلا؟ قالت لي ما أنا بقولك بيشتغل بلطجي، وأي حد متخانق مع حد وعايز يأذيه بيأجره. قلت لها يا شيخة حرام عليكي، ما يمكن إشاعات. فردت عليا وقالت لي طب ايه رأيك إن هو اتحبس أكتر من مرة وأكتر من جريمة قتل، والمحامي بتاعه طلعه منها بالثغرات إياها. قلت لها تقصدي إن خطيبها قاتل مأجور؟ قالت لي أيوة بالظبط كده. في اللحظة دي حسيت إن أنا لقيت اللي كان ناقصني، وقلت لنفسي هو ده الشخص المطلوب، هو ده اللي ممكن يخلصني من جوز أمي. وطبعا كبرت في دماغي فكرة جهنمية فقررت أنفذها على طول. فعملت إن أنا مبهورة بموبايل منال صاحبتي وعايزة أجيب موبايل زيه، وطلبت منها إن هي تطلب من منال إن هي تجيب لي الموبايل بتاع صاحبتها بحجة إن أنا عايزة أشوف مميزاته. بعد ما أخدت التليفون استغليت إنهم انشغلوا بكلامهم مع بعض وخدت رقم خطيبها البلطجي وسبتهم في المستشفى ورحت اشتريت خط جديد للموبايل وشحنته واستنيت لي بالليل. وبعدها رنيت على رقم البلطجي ده، اتصلت عليه من الخط الجديد وكلمته بصوت كله دلع وأنوثة. قلت له معلش أنا بعت رصيد على رقمك بالغلط، ممكن ترجعهولي؟ قال لي انت تؤمري يا قمر، بس حتى على الأقل نتعرف في الأول. فضحكت بصوت عالي وقلت له وماله يا سيدي، وماله لما نتعرف، المهم انك ترجعلي الرصيد. ومن هنا بدأ التعارف والكلام ما بيني وما بين البلطجي ده. فهمته ان انا اسمي سلمى وكنت بشتغل موظفة في بنك، لكن انفصلت بسبب رئيسي في الشغل. وعلشان اسخن العلاقة وأعلقه بيا اكتر بدأت ابعتله صورة سلمى اللي هي صاحبة جوز أمي. وفي مسافة يومين كان صاحبنا ده اتعلق بيا وبقى يكلمني ليل نهار. ولما طلب ان هو يشوفني
رفضت بحجة إن أنا ست متجوزة، وبدأت أشكيله عن حالي وأقوله إن في عداوة ما بيني وما بين رئيسي في الشغل بسبب ملاحقته ليا، وإني لما امتنعت عنه اتسبب في فصلي من الشغل، وفهمته إن أنا أصلا بفكر في الانتقام، لكن مش عارفة انتقم منه ازاي. فسألني عن اسمه، فقلت له اسمه سعد. قال لي عايزة تقرصي ودانه بس ولا عايزة تخلصي عليه خالص؟ فسكت شوية وبعدها رديت وقلت له عايزة أخلص منه، بس مين اللي ممكن يخلصني منه؟ قال لي أنا أعرف واحد بيخلص على المواضيع دي، بس تمنه حراق شوية. قلت له بياخد كام يعني؟ قال لي بياخد 50 باكو. قلت له 50 باكو؟ 50 باكو دي يعني 50,000 جنيه. قال لي أيوه، نص مقدم والنص التاني بعد التنفيذ. قلت له طب ما تكلمه يقبل ياخد مني 10 مقدم على ما اجهز له باقي المبلغ. ففكر شوية وقال لي من عينيا حاضر، هكلمه علشان خاطرك، عشان خاطرك انتي بس. قلت له بس انا عايزة التنفيذ في اسرع وقت، في اسرع وقت ممكن. فرد عليا وقال لي مسافة ما تبعتيله المقدم هيبدأ في التنفيذ. فرديت بحماس وقلت له حاضر، هجهز لك المبلغ، بس من فضلك اتعامل انت معاه علشان انا بخاف اتكلم مع البلطجية. فضحك وقال لي حاضر انا هتعامل معاه، بس ابعتي انت بس بيانات الزبون وابعتي المقدم. وبعدها قفلت معاه. قررت ان انا هعمل المستحيل لغاية ما اجمع ال10,000 دول، وبعدها الراجل ده يقتل سعد. هقفل موبايلي واختفي وهو مش هيعرف يوصل لي. ورجعت اقول لنفسي بس على الله الراجل ده ما يطلعش بينصب عليا هو كمان وياخد ال10,000 جنيه ويقفل موبايله ويهرب مني. المهم تاني يوم سعد راح دفع مصاريف العملية بالكامل، ولما لقيت الوقت بيجري وأمي هتعمل العملية خلاص، ما عداش اليوم عليا إلا وكنت بعت السلسلة الدهب بتاعتي اللي المرحوم بابا كان جايبها لي، الله يرحمه. واتصلت بالراجل ده وقلت له ان انا جهزت ال10,000 وهبعت لك زي ما بعت له العنوان والهدف وخط سيره، وفهمته ان انا مستعجلة. فوعدني ان هو هيبشرني بكرة الصبح بتنفيذ المهمة. قلت له ياه، المهمة هتتنفذ فين وازاي؟ قال لي انت ليكي تعرفي ميعاد المهمة بس، لكن فين وازاي دي بقى ملكيش فيها. وقلت له تمام. وفي اليوم ده اتعمدت ان انا أبات عند أمي في المستشفى علشان أبعد نفسي عن أي شبهة. وفضلت في الليلة دي صاحية من القلق والرعب. ولما طلع الصبح فضلت مساهمة وأنا مستنية خبر سعد يجي لأمي اللي كانت لسه بيجهزوا للعملية. لكن عدت الساعات، الصبح بقى الظهر، ولا حس ولا خبر. فاتصلت على الراجل ولقيته موبايله مقفول، فعرفت إن هو نصب عليا وأخد ال10,000 وخلع. ففضلت أضرب على دماغي الغبية اللي تسببت في ضياع السلسلة الذهب اللي كانت من ريحة أبويا. ولما حسيت إن دماغي هتضرب مني حاولت أنام عشان أبطل تأنيب في نفسي، وفعلا رحت في النوم. وبعد فترة من الوقت صحيت على إيد الممرضة اللي كانت جاية بتسألني عن ماما. فلما بصيت على السرير لقيته فاضي. قلت لها مش عارفة، يمكن تكون في الحمام. فقالت لي أنا بصيت في الحمام ما لقيتهاش. وقلت لها أمال يعني هتكون فين؟ قالت لي ممكن تكون زهقت وخرجت تتمشى شوية، تمشي رجليها بره. فخرجنا بسرعة أنا والممرضة ونشوفها وبرضه ما لقيناهاش أثر. لكن بعد ما رجعنا لأوضتي سمعت صوت مية في الحمام، ففتحنا لقينا ماما جوه. قلت لها كنت فين يا ماما؟ قالت لي أنا ما روحتش مكان، أنا يا دوب قمت دخلت الحمام وانتوا دخلتوا عليا دلوقتي. استغربت من أمر ماما، ده احنا دورنا عليها في الحمام وهي ما كانتش موجودة فعلا. المهم بعدها عدى الموقف بماما ورجعت أفكر في الراجل اللي لما سمعت العصر بيأذن اتأكدت ان هو ظني خلاص خاف فيه. ورجعت أفكر أعمل ايه مع جوز أمي. وأثناء ما كنت قاعدة شايلة الهم اتفاجئت برجالة الشرطة داخلين علينا المستشفى وبيسألوا ماما، يقولوا لها انتي مرات سعد؟ ماما ردت وهي مستغربة أيوة. قالت له أيوة أنا مراته. ليه ماله؟ قال لها انتي ما تعرفيش ان جوز حضرتك فارق الحياة النهاردة؟ قالت له يا مصيبتي السودة، ازاي جوزي مات؟ حصل امتى ده؟ فرد عليها الضابط وفجر المفاجأة اللي من العيار التقيل وقال لها جوزك يا مدام احنا لقيناه مقتول. أمي صرخت وقعت من طولها وفقدت الوعي في اللحظة دي. اتدخل الدكتور وساعدها لغاية ما رجعت لوعيها، وبعدها
أمرهم ياخدوا ماما على أوضة العمليات فورا. فوقفوا الضابط وطلب إن هو ياخد من وقته لحظات. وبعد ما سأل الضابط عن حالة ماما الصحية بدأ الدكتور يشرح للضابط خطورة مرضها، وعرفه إن ماما كانت محجوزة في المستشفى من يومين علشان يجهزوها لإجراء العملية اللي تتعمل النهاردة. وشهد الدكتور بإن أنا وماما كنا في المستشفى في الوقت الجريمة. المهم بعد ما استمع الضابط لشهادة الدكتور لقيت الضابط جاي ناحيتي وبيسألني: انت اسمك ايه؟ قلت له: انا اسمي مريم. قال لي: انت بنت المجني عليه؟ في اللحظة دي رسمت الدهشة والألم على وشي ورديت بأسف وقلت له: لا، أنكل سعد مش بابا، ده يبقى جوز ماما. بس أنا كنت بعزه، أصله كان حنين عليا قوي. بصلي الظابط وسألني تاني قال لي: هو أنكل سعد كان له أعداء أو كان في بينه وما بين حد مشاكل؟ فبصيت له ببراءة وقلت له: لأ خالص، أنكل سعد كان زي النسمة وما كانش بيعمل مشاكل مع حد نهائي. وفي اللحظة دي الضابط هز راسه وقال لي: تمام، تقدري تروحي تطمني على والدتك. وبعدها سابني ومشي. رجعت اتنفس تاني بعد ما كنت حاسة ان قلبي هيقف من شدة الخوف والتوتر. وفضلت اقول لنفسي: اخيرا، اخيرا خلصت من جوز ماما ده. هو ايه ده؟ على كده بقى أنا ظلمت الراجل المجرم ده. ومجرد ما افتكرته جريت بسرعة على الموبايل بتاعي وشلت منه الشريحة اللي كنت بكلمه منها وكسرتها ومسحت كل اللي على التليفون ورجعت الموبايل لضبط المصنع. وبعد ما نضفته اتفاجئت بالممرضة وهي بتقولي إنهم أخدوا ماما لأوضة العمليات وإن هم بدأوا يعملوا لها العملية. في اللحظة دي خُفت أوي واترعبت من جريمتي اللي ارتكبتها، وخُفت لا ربنا يعاقبني في ماما. فضلت طول الوقت أدعي ربنا وأقول له: يا رب، يا رب ما تاخدهاش بذنبي وما تعاقبنيش بيها. فضلت مستنية قدام الأوضة بتاعة العمليات، والوقت ده كان بطيء والإحساس مرعب. بس اللي خفف عني إني لقيت يمنى صاحبتي جاية بتاخدني في حضنها وبتقولي: اطمني، مامتك هتقوم بالسلامة وهتبقى بخير. فضلت أعيط وأدعي لماما وأقول: يا رب، يا رب. وبعد مرور وقت طويل وتقيل لقيت الممرضة جاية وبتقولي: خلاص العملية تمت. وقلت لها: هي فين؟ أنا عايزة أطمن عليها. قالت لي: مش هينفع تشوفيها دلوقتي لأنها في غرفة العناية المركزة. قلت لها: حالتها ايه دلوقتي؟ قالت لي: ان شاء الله هتبقى كويسة. وقلت الحمد لله. وفضلت امي في اوضة الانعاش طول الليل. وطبعا يمنى صاحبتي روحت لبيتها وانا فضلت صاحية لغاية الصبح قدام اوضة الانعاش اللي فيها ماما. وبعد مرور الوقت رجعت لي الممرضة تاني وقالت لي: تقدري تيجي تشوفي والدتك. فجريت على الأوضة اللي فيها ماما ومجرد ما دخلت عندها لقيتها فاقت. الفرحة ما كانتش سايعاني وقتها. أمي قامت بالسلامة وسعد غار في 60 داهية. أنا دلوقتي أسعد واحدة في العالم. وفجأة جت صاحبتي وقطعت عليا إحساس السعادة اللي كنت فيه وقالت لي: خدي، جبتلك هدوم سودا علشان تروحي تستقبلي العزا مع منيرة بنت جوز مامتك في البيت. قلت لها: أنا ما أقدرش أسيب ماما، إزاي؟ قالت لي: سيبي ماما وروحي حتى لو ساعة واحدة بس، اقفي في العزا عشان محدش يقول إنكم سبتوا بنته تاخد العزا لوحدها. وقلت لها: طب ازاي هسيب امي لوحدها دلوقتي؟ قالت لي: انا هقعد معاها، روحي انتي بيتكم دلوقتي وقفي ساعة معاها في العزا وبعدين ابقي ارجعي لمامتك. قلت لها: ماشي. وفعلا بعد ما اطمنت على امي سبتها نايمة ويومنا قاعدة جنبها ورحت على الفيلا ولقيت ناس كتير قوي جايين. فقلت ادخل على اوضة المكتب بتاعة سعد جوز امي علشان أفتش عن الفيديوهات إياها في الكمبيوتر بتاعه ومن غير ما حد ياخد باله. وبعدين أبقى أنزل أقابل الناس اللي جايين العزا. وفعلا اتسحبت كده لحد أوضة المكتب. ومجرد ما دخلت اتفاجئت بمنيرة داخلة ورايا ومعاها 2 رجالة شكلهم زي البلطجية. ولقيتها بتقولي: انت جاية هنا ليه تاني؟ أمك بعتاكي تاخديلها الميراث بعد ما قتلت بابا. فبصيت لها بغضب وقلت لها: انت بتتكلمي ازاي بالأسلوب ده معايا؟ برقت لي عينيها وقالت لي: انا متخلفة؟ تمام، انا هوريكي. وصرخت في البلطجية اللي معاها وقالت لهم: البنت دي سرقت الذهب بتاعي. قلعوها هدومها كلها وفتشوها لغاية ما بلغ البوليس. وفي لحظة هجموا عليا ال3 البلطجية وبدأوا يقلعوني هدومي. في اللحظة دي صرخ فيهم صوت رجالي:
وقال لهم ابعدوا عنها. في نفس اللحظة دي لقيت المنقذ ده راح ساحبني كده من وسطهم أخدني وراه علشان يحميني منهم، واخدني الفضول وبصيت ناحيته. لما اتحققت من الشخص ده لقيت شكله مش غريب عليا، بس عرفته أول ما منيرة نطقت اسمه وقالت له سيبهم يا محمد، البنت دي تبقى مرات أبوك، وأنا بنفسي شفت أمها بعينيا وهي بتقتل أبونا، وكنت همسكها لكن هربت بعد ما عملت عملتها، ودلوقتي بعت بنتها تسرقنا. في اللحظة دي افتكرت صورة محمد اللي شفتها في موبايل جوز أمي، وعرفت إن اللي قدامي يبقى محمد ابنه. وطبعا الكلام اللي قالته منيرة لمحمد دلوقتي هيخليه يخلص عليا. وأثناء ما كنت واقفة بفكر في الورطة اللي أنا فيها لقيت محمد قبض على إيدي وقال لي أمك فين اتكلمي. حاولت أشد إيدي منه وقلت له عايز تعرف مكان أمي ليه؟ علشان تروح تأذيها صح؟ رد هو ماسك إيديا التانية وقال لي وربي وما أعبد لو اتأكدت إن أمك هي اللي قتلت أبويا لا هجيبها حتى لو كانت فين. ساعتها هدفعها التمن غالي. فردت منيرة بجبروتها المعتادة وقالت له سيبها للرجالة بتوعي وهم هيعرفوا يجبروها إن هي تقول مكان أمها فين. في اللحظة دي استجمعت قوتي وشجعتي وصرخت فيهم وقلت لهم اتفضلوا اقتلوني أنا واقفة قدامكم أهو. وبصيت لمحمد وقلت له بس قبل ما تودي نفسك في داهية وتقتل حد ظلم اتحقق من الكلام الكذب والافتراء اللي انت سمعته من منيرة، وساعتها تتأكد إن أمي بريئة. فكر محمد شوية وبعدها قال لي فين دليلك على براءة أمك؟ وقبل ما أرد عليه ولا أنطق بأي كلمة الباب خبط والشغالة دخلت تقول لمنيرة إن ضابط المباحث بيسأل عنها. فردت منيرة وقالت لها كويس قوي، أهو البوليس جه لحد هنا، وأنا هتهم أمك وهم هيعرفوا يجيبوها. طبعا اتفاجئنا إن حضرة الضابط دخل علينا الأوضة، وكان نفس الضابط اللي حقق معايا في المستشفى. وأول ما الضابط شافني لقيته بصلي كده وقال لي ازيك يا مريم. قلت له الحمد لله. طبعا منيرة اتعجبت لما لقيت الضابط عارف اسمي، وقربت من الضابط وقالت له انا بتهم مرات ابويا هي اللي قتلته، هي اللي عملت كده في ابويا وخلصت عليه، وبنتها دي عارفة مكانها ومتسترة عليها. بصلها الضابط وقال لها عندك دليل على اتهامك لمرات ابوكي؟ اتوترت واتلعثمت في الكلام وقالت اكبر دليل ان هي هربت واختفت بعد ما ابويا توفى. فبصلها الضابط وبص لمحمد وقال له انا ما تعرفتش بحضرتك قبل كده، انت مين؟ قال له انا محمد ابن المجني عليه. فرد الضابط وقال له البقاء لله، انا سمعت ان انت كنت مسافر بره. فمحمد بص للضابط وقال له ايوه كنت مسافر ولسه راجع من كام ساعة اول ما بلغوني الخبر. رد الضابط بهدوء وقال له تمام، اقعدي يا منيرة واقعدوا كلكم. وسمعنا الكلام وقعدنا فعلا. وبدأ حضرة الضابط يتكلم ويوجه كلامه لمنيرة، منيرة تحديدا، وقال لها يوم الحادثة احنا جالنا اتصال من الشغالة بان هي لما رجعت اجازتها اتفاجئت بالمجني عليه واقع في الارض وكمان في عدة طعنات. ولما وصلنا لمسرح الجريمة اكتشفنا ان الفيلا تعرضت لعملية سرقة. وطبعا بدأنا نشك في مرات المجني عليه لانها ما كانتش في البيت لما وصلنا، ولكن بعد التحريات عرفنا ان هي في المستشفى وكانت مرات ابوكي بتعمل عملية. وتحققنا مع الطبيب اللي كان بيعالجها واكد لنا ان هي وقت وقوع الجريمة كانوا بيجهزوا لها لإجراء عملية خطيرة. وتأكدنا كمان إن بنتها كانت مرافقة ليها، يعني مرات أبوكي وبنتها فضلوا ملازمين المستشفى وما خرجوش منها بقالهم يومين تقريبا. والواقع كده بينفي اتهامك لمرات أبوكي. في اللحظة دي بص محمد لأخته بغضب من غير ما يوجه لها أي كلام، ورجع سأل الضابط وقال له أمال مين اللي ممكن يكون عمل كده في أبويا حضرة الضابط؟ قال له ما هو ده اللي أنا جاي علشانه دلوقتي. احنا لما فرغنا الكاميرات ما ظهرلناش أي شخص غريب داخل أو خارج من الفيلا، وده لأننا اكتشفنا إن الكاميرات اتعطلت بفعل فاعل قبل ارتكاب الجريمة. لكن لما فرجنا الكاميرات اللي في الفيلا المقابلة للفيلا بتاعتكم شفنا في الفيديو شخص لابس نقاب، والكاميرات جايبة الشخص ده دخل للفيلا قبل ارتكاب الجريمة وخرج بعدها بساعة، وكان لابس نفس الهدوم في الخروج برضو النقاب. ودلوقتي أنا عايزكم تشوفوا الشخص المنقب اللي في الفيديو ربما تتعرفوا عليه. وبالفعل شغل الضابط الفيديو. أول ما ظهر الشخص المنقب محمد قال اللي لابس النقاب ده راجل مش واحدة ست،
في اللحظة دي أنا بطني وجعتني وخُفت يوصلوا للبلطجي اللي أنا أجّرته ويتكشف سري. المهم بعد ما شُفنا الفيديو ردّينا إحنا ال3 وقُلنا إحنا ما نعرفش حد بالأوصاف دي، فطلب مننا لو أي حد اتوصّل لأي معلومة يتصل بيّا فورًا. وبعد ما خلّص الضابط مهمته سابنا ومشي. وبعد ما مشي بصّيت لأميرة وقالت لي: "على فكرة براءة أمِك مش هتغيّر من موقفي ناحيتِك، ولا أنتِ ولا هي." فقُلت لها: "يعني إيه؟" قالت لي: "يعني تتفضّلي تلمّي هدومِك أنتِ ومامتِك وتمشي من هنا، ومش عايزة أسمع إنكم قرّبتوا من الفيلا تاني." بصراحة أسلوبها استفزني وكنت ناوية أصرّخ في وشّها وأسبّها بكل الشتايم، القديم والجديد. بس قبل ما أعمل كده محمد وقّفها عند حدّها وقال لها: "أنتِ تخرسي خالص ومش عايز أسمع صوتِك. بعد كده مش كفاية إنِّك اتهمتِ أمها بالكدب، عايزة كمان تحرمي الست من حقها في ميراث جوزها." ولمّا محمد وقّفها عند حدّها وسابنا ومشي، لقيت نفسي واقفة معاها لوحدي، خُفت لا تاكلني، فعملت نفسي بادوّر على الموبايل وجريت من قدّامها. ولمّا رجعت لأوضتي قررت إن أنا آخد هدومي وهدوم أمي وأهرب من البيت المشحون بالغل ده. لكن لمّا دخلت الأوضة لقيتني بافكّر في التصرُّف بتاع التصرُّف الشهم اللي عمله معايا محمد. بصراحة كنت مبهورة بقوة شخصيته. بس محمد إيه وبتاع إيه، لا، لا، لأ، أنا لازم أهرب حالًا قبل ما يتكشف المستور. وبالفعل جهّزت الشنط وأخدت حاجتي وحاجة ماما ورايحة ناحية باب الأوضة. لكن قبل ما أخرج سمعت صوت محمد جاي من ناحية المكتب وكأنه بينادي عليا بصوت عالي. فسبت الشنط ورحت أشوف في إيه. أول ما دخلت عليه لقيته ماسك في إيده موبايل سعد جوز أمي. فقربت من المكتب وسألته وقلت له: "أنت كنت بتنادي عليا ليه؟" فبصلي بعينه اللي كانت بتطق شرار وقال لي: "أنت بتعرفي الباسورد بتاع موبايل أبويا؟" اتوترت وارتبكت. بعد ما سمعت سؤاله اتمسكت كده ورديت عليه وقلت له: "لأ، وأنا هعرف إزاي؟" بصلي وبص للموبايل بحيرة وقال لي: "أنا جربت أكتر من مرة إن أنا أفتحه وما فتحش." فسألته بتعجب وقلت له: "هو ده اللي مخليك متضايق أوي كده؟" قال لي: "لأ، أنا متضايق لأن في شخص اتصل على الموبايل ده من رقم مش متسجل، متسجل باسم سلمى." ولما رديت على الرقم لقيته راجل بيرد عليا وفضل يشتم بألفاظ قذرة وكان بيهرتل كده بكلام غريب ما فهمتش منه حاجة. وفي الآخر قفل السكة في وشي. وطبعا هو كان فاكر ان انا صاحب الموبايل اللي هو ابويا يعني. فحاولت افتح التليفون علشان اشوف ايه حكايته ده وازاي يتجرأ ويطول على ابويا بالمنظر ده. في اللحظة دي انا استغربت لما شفت الموبايل بتاع جوز امي في ايد محمد، لأن المفروض إن التليفون ده كان أول حاجة هيدور عليها ضابط المباحث، يعني المفروض الموبايل يبقى مع البوليس دلوقتي. فسألت محمد وقلت له: "هو إزاي ضابط المباحث ما خدش منك التليفون؟" رد عليا محمد وقال لي: "معرفش، والغريب أنا دخلت المكتب أول ما جيت هنا والتليفون ده ما كانش موجود، بس لما دخلت المكتب بعد شوية سمعت صوت التليفون بيرن وصوت الرنة جاية من درج المكتب. ففتحت الدرج ولقيت التليفون قدامي بعد ما سمعت اللي قاله محمد. خفت لا تكون الفيديوهات بتاعتي موجودة في مكان خفي في التليفون. ففكرت إن أنا أخد التليفون وأمسح كل البيانات اللي عليه وأرجعه لضبط المصنع علشان أطمن أكتر. فرديت وأنا بمد إيدي علشان أخد منه التليفون وقلت له: "عموما في برنامج على النت عشان يفتح الباسورد بتاع التليفون وأنا هفتحهولك." ابتسم محمد وقال لي: "معلش هتعبك معايا." وقلت له: "لأ، مفيش تعب ولا حاجة، ده كفاية الموقف الشهم اللي انت وقفته معايا. أنا عمري ما هنسى إنك أنقذتني من أختك، بجد ألف شكر." قال لي: "مفيش شكر ما بين الإخوات." رديت وقلت له: "اخوات؟ طيب ماشي." المهم بعد ما استأذنت من محمد بحجة ان انا هحاول افتح الباسورد ببرنامج من على النت، رحت بسرعة على اوضتي فتحت التليفون وفتحت الباسورد اللي انا كنت عارفاه. وبمجرد ما فتحته اتصدمت لاني شفت صور كتير قوي ليا في التليفون وكان واضح اني كنت بتصور وانا مش واخدة بالي. والزفت ده جوز امي مركز على تفاصيل من جسمي وانا نايمة. ففضلت اتصفح الموبايل وانا مستغربة لاني ما شفتش الصور دي لما فتشت التليفون قبل كده. وده معناه ان إن الفيديوهات بتاعتي موجودة برضو في التليفون وربما تكون في فولدر مخفي وانا لسه ما وصلتلهاش. فحمدت ربنا ان محدش شاف الصور دي قبل مني، خصوصا حضرة الضابط او محمد.
وبسرعة عملت مسح للبيانات وخليت التليفون على ضبط المصنع، ورجعت قفلت التليفون. رحت لمحمد واديت له التليفون وانا بتأسف، وقلت له انا اسفة بجد، انا حاولت بكل الوسائل ان انا افتح التليفون بس معرفتش. فابتسم محمد وهو بياخد من ايدي التليفون وقال لي لا ولا يهمك، انا هتصرف وهشوف طريقة افتحه بيها. واثناء ما انا كنت بتكلم معاه لقينا سعدية الشغالة جاية بتقوله ان في ناس جايين للعزا ومستنيينه في الصالون. فلقيت محمد بيقول لي يلا علشان نخرج نقابل الناس، لأن طبعًا منيرة اتعمدت تحرجني وخرجت وسابت البيت. وفعلًا خرجنا أنا ومحمد واستقبلنا الناس اللي جاية تعزي في أبوه، وفعلًا استقبلنا فضلنا طول اليوم في العزا، وبالليل استنيت لما الناس كلهم مشيوا. طلعت وأخدت الشنط وخرجت بيهم من أوضتي، وأنا مقررة إن أنا هخرج ومش هرجع البيت ده تاني. وأثناء ما كنت ملبوخة في الشنط اللي في إيدي سمعت صوت محمد وهو بيسألني واخدة الشنط دي ورايحة على فين؟ قُلت له: "أنا قررت آخد ماما ونعيش بعيد عن المشاكل." قال لي: "هو إحنا مش قُلنا إن ده بيتِك وبيت مامتِك وما ينفعش تسيبوا بيتكم؟" وبصيت له بكل امتنان وقُلت له: "أنا طبعًا باشكرك على موقفك الشهم معانا، لكن أنا أمي مريضة ومش من مصلحتها خالص إن هي تعيش في جو مشحون بالتوتر والخناق كل شوية، وأختك زي ما أنت شايف كده مش بترحم حد، فمن فضلك سيبني أمشي لإن ده فيه مصلحة للكل." فاعترض على كلامي وقال لي مفيش الكلام ده، من هنا ورايح البيت هنا هيبقى فيه قوانين، ومن أهمها إن كل واحد هنا يحترم التاني. قال لي مش هيلتزم يبقى هو اللي يمشي. حاولت أتكلم لكن محمد قاطعني وقال لي خلاص الكلام خلص على كده، اتفضلي يلا ادخلي على أوضتك ودخلي الشنط دي. فرديت له وقلت له حاضر، بس بعد إذنك أنا هروح لماما المستشفى عشان أطمن عليها لإني سايباها لوحدها من الصبح. فرد محمد بكل ترحيب وقال لي طبعا لازم تروحي لمامتك وتطمني عليها. فاضطريت أرجع بالشنط على الأوضة تاني، وقلت لنفسي بنقص الشنط وأنفد بجلدي وخلاص، وبسرعة خدت شنطة إيدي ونزلت. لكن أول ما خرجت من باب الفيلا اتفاجئت إن محمد بينادي عليا. قلت له نعم. قال لي مش هينفع أخت من إخواتي تمشي لوحدها بالليل كده، تعالي اركبي وأنا أوصلك المستشفى. قُلت في سري يا دي النيلة عليك وعلى أختك، وقرّبت من العربية واترددت كده وقُلت له: "أيوه بس" قال لي: "اركبي." وقُلت له: "حاضر." وفعلًا ركبت، وأثناء ما كنت قاعدة جنبه بدأت أفحصه بجنب عيني كده. بصراحة الواد جميل وأمور وعضلاته مفتولة، وفوق ده كله شهم وخدوم، لكن أنا لازم أهرب منه وأقطع أي صلة ليّا بيه. وأثناء ما كنت شاردة بذهني سمعت محمد بيسألني وبيقول لي مش هتقولي لي هو فين؟ قلت له هو مين؟ ابتسم محمد وقال لي طريق المستشفى. ابتسمت أنا كمان وقلت له اطلع على طول. وبعد ما وصلنا المستشفى محمد ركن العربية وأصر إن هو يدخل معايا يطمن على ماما. لكن أول ما وصلنا لباب الأسانسير قابلت يمنى صاحبتي اللي قابلتني وهي مكشرة. مش كان المفروض إنِك تدّيني خبر قبل ما تاخدي أمِك من المستشفى، علشان ما اتدبّسي في المشوار على الفاضي؟ فطبعًا أنا اترعبت من كلامها وقُلت لها: "أنتِ بتقولي إيه؟ أنا مش فاهمة حاجة، هو أنا مش سايبة ماما في سريرها وأنتِ كنتِ جنبها؟" فردِّت عليَّ وقالت لي: "أنا فضلت معاها طول النهار، وعلى المغرب لقيتها نامت، فقُلت أروّح البيت أغيّر وأرجع لها، ولمّا رجعت دلوقتي لقيتهم بيقولوا لي إن بنتها جات عملت مشكلة مع الممرضة وأخدتها." ومشيت. في اللحظة دي طلعنا نجري كلنا على إدارة المستشفى. طبعا سألوا الممرضة اللي كانت في النبطشية، ساعتها سألوها وقالت إن بنتها المنقبة أخدتها بعد ما اتهمتنا إن احنا مقصرين في رعايتها. سألت الممرضة وأنا بردد الجملة برعب، قلت لها بنتها المنقبة تقصدي إن بنتها كانت لابسة نقاب؟ فردت الممرضة وقالت لي أيوة. في اللحظة دي أنا اتأكدت إن أمي اتخطفت، وكان واضح من التعبيرات اللي على وش محمد إن هو كمان كان بيوافقني الرأي، لأنه أخدني من إيدي وقال لي تعالي نطلع على القسم ونبلغ ضابط المباحث. فعلا طلعنا على القسم وبلغنا وحققوا مع الممرضة وفرغوا الكاميرات، لكن كل ده كان من غير فايدة لأن الكاميرات رصدت الست المنقبة وهي منزلة أمي بكرسي متحرك. وبعد ما خرجت من المستشفى ركبت أمي في عربية بتاعتها
ومشيت بيها، ولمّا حاولوا إن هُم يترقبوا العربية ما يعرفوهاش للأسف، لإن العربية كانت من غير أرقام نهائي، وساعتها رجال المباحث ربطوا ما بين مقتل جوز أمي واختطاف أمي، ولمّا لقوا الست المنقبة موجودة في الجريمتين وبعدها اختفت أمي وما لهاش أي أثر، كنت حاسة إن أنا هاتجنن، بقيت باكلم نفسي أقول إزاي أمي تختفي بغمضة عين كده، ومين اللي ليه مصلحة إن هو يخطفها؟ وأثناء ما كنت باكلم نفسي لقيت محمد بيطبطب على كتفي وقال لي يلا علشان نروح. بصيت له وأنا بعيط وقلت له ماما تعبانة، ممكن يجرالها حاجة، ازاي يخطفوها من المستشفى وهي في الحالة دي، وليه يخطفوها أصلا؟ فحاول محمد إن هو يهديني وقال لي اطمني، الدكتور بيقول إن آخر مرة شاف فيها مامتك كانت حالتها مستقرة، والست اللي أخدتها أخدت الأدوية بتاعتها معاها، يعني ناوية تعالجها، وعموما أول ما المباحث يوصلوا المعلومة هيعرفونا على طول. يلا قومي علشان نروح البيت وترتاحي شوية. فروحت على الفيلا مع محمد وسابني قدام أوضتي وراح هو على أوضته. أول ما دخل الأوضة سمعت تليفوني بيرن وكان الرقم اللي بيتصل غريب، فرديت وقلت له ألو. رد عليا صوت غريب وقال لي ألو، فلاحظت إن صوت مفلتر وكان حد بيستعمل برنامج لتغيير الصوت علشان يغير صوته. فرديت بعد ما بلعت ريقي وقلت له مين معايا. قال لي أنا المخدوع اللي قدم لك خدمة، وبدل ما اخد باقي أتعابي أخدت على قفايا. رميت التليفون من إيدي وقلت لنفسي ده جابر، معقول هو ده جابر؟ جابر ده البلطجي اللي أنا أجرته عشان يقتل جوز أمي. طب ازاي؟ طب انا اتخلصت من الرقم المجهول، وجبر عمره ما شافني ولا يعرف ان انا مين اصلا، يبقى جاب رقمي منين وعرفني ازاي؟ لا لا لا، استحالة يكون هو. بالرغم من اني كنت مرعوبة مسكت التليفون من تاني، قررت ان انا اشوف مين ده وعايز ايه. فرديت بصوت يوحي بالثقة في النفس وقلت له انا عارفة انك شخص بيعاكس، احسن لك تبطل امور المراهقين دي بدل. وقبل ما اكمل تهديدي قاطعني المتصل بجملة وقفتني وقال لي عايز باقي حقي، وباقي حقي هاخده منك بس مش فلوس. عارفة عايز حقي ازاي؟ قال لي انت هتكوني تحت امري طول فترة وجودي هنا، ومن حسن حظك ان انا مسافر بعد 3 ايام، يعني هتنفذي كل اللي هطلبه منك لمدة 3 ايام، ومهما كان اللي هطلبه منك لازم تنفذيه بالحرف الواحد. بصراحة أسلوب المساومة بتاعه استفزني، ورديت عليه بغضب وقلت له سيبك من الكلام الخايب ده ورجع لي أمي بدل ما أبلغ عنك في اللحظة دي. سكت شوية وبعدها لقيته بيقول لي اسمعي التسجيل ده كده، وجابر سمعني مكالمة كانت بيني وبينه من قبل كده، وطبعا المكالمة كانت بصوتي أثناء ما كنت بتفق معاه على قتل جوز أمي. وبعد ما جابر قفل التسجيل وقال لي أظن دلوقتي هتسمعي الكلام، قلت له تمام، طلباتك دلوقتي؟ قال لي كل يوم في ال3 أيام الجاية هطلب منك طلب، ورأفة بيكي هديكي اختيارات. قلت له مش فاهمة. قال لي يعني الطلب بتاعي النهاردة مثلا ان انا هطلب منك تقتلي منيرة بنت جوز امك. قلت له ايه اللي انت بتقوله ده؟ وقبل ما اكمل استوقفني وقال لي ما هو عشان الطلب صعب فانا نويت احط لك اختيار تاني، يعني اول اختيار هو انك تتخلصي من منيرة، والاختيار التاني هو انك تشتري كيس مكرونة سباكيتي وتزرعيه في الجنينة، جنينة الفيلا. قلت له انت هتستفاد ايه من الهبل ده؟ قال لي مش قلتلك ان انا نويت العب بيكي زي ما لعبت بيا؟ وبصراحة انا فاضل مدة 3 ايام وعايزة اتسلى. قلت له بعد ال3 ايام، يعني قصدي لو نفذت كلامك طول ال3 ايام دي هترجع لي امي وهتسيبني في حالي؟ قال لي ايوه، لو نفذت كل اوامري هسامحك وهنسى باقي الاتعاب كمان. قلت له تمام، انا موافقة وهزرع المكرونة في الارض. رد طبعا جابر وقال لي لا، الموضوع مش بالسهولة دي، طالما اخترت زرع المكرونة يبقى لازم تعرفي شروطه. قلت له شروطه ايه؟ قال لي بمجرد ما تقفلي معايا تنزلي فورا على الجنينة بتاعة الفيلا وتزرعي كيس كامل من المكرونة الاسباجيتي، بس خلي بالك لازم تنجزي المهمة وتغرزي عيدان المكرونة كلها في مسافة 5 دقايق بس، لانك لو فشلت في انجاز المهمة في 5 دقايق يبقى هنضطر نرجع للاختيار الأول، وهو إنك تخلصي على منيرة، وخلي بالك أنا هبقى متواجد حوالين الفيلا وشايفك. قلت له بس 5 دقايق دول قليلين جدا على زرع العيدان كيس كامل. فرد وقال لي ماشي اتفقنا، رأفة بيكي أنا هسمح لك بإنك تستعيني بالآخرين.
فحد في المساعدة، يعني ممكن تخلّي أي حد يساعدِك، بس لو أوامري ما اتنفذتش أمِك هتموت، والتسجيل هيوصل للنيابة. وقُلت له: "أيوه بس." وقبل ما أكمّل اعتراضي قفل السكة في وشي. اضطريت إن أنا أخرج بسرعة علشان أنفذ الطلب الغريب بتاعه. وقبل ما الوقت يفوت وبسرعة رُحت على المطبخ وطلبت من سعدية الشغالة كيس مكرونة سباكيتي. قالت لي: "أيوه عندنا مكرونة، تحبّي أعمل لِك طبق؟" قُلت لها: "هاتي بس الكيس المكرونة وتعالي معايا بسرعة على الجنينة." قالت لي: "طيب حاضر، بس استني 5 دقايق علشان باعمل القهوة لمحمد بيه." فمديت إيدي على البوتاجاز وطفيته على القهوة، وقُلت لها: "سيبِك من محمد دلوقتي وتعالي بسرعة معايا." وفعلًا أخدت سعدية معايا على الجنينة. أول ما وقفت في أرض الجنينة فتحت كيس الاسباجيتي وقسمته لنصين. قُلت لها: "خدي ساعديني بسرعة ولو سمحتِ." قالت لي: "تحت أمرِك طبعًا، بس إحنا هنعمل إيه بالمكرونة دي؟" قُلت لها: "هنزرعها وما تسألنيش ليه هنعمل كده، كل المطلوب منِّك إنِّك تغرزي العيدان اللي في إيدِك دي وبسرعة جدًا، بحيث إن إحنا في مسافة 5 دقايق نكون غرزنا العيدان كلها في الجنينة." بصّيت لي كده وكانت مستغربة وقُلت لها: "نفّذي اللي باقول لِك عليه يا سعدية، وليكِ منّي مكافأة كبيرة أوي." بصّت لي بتعجُّب ومن غير ما تعترض بدأت تنفّذ اللي طلبته منها، وبدأنا نسابق الوقت إن أنا وهي وفي مسافة 5 دقايق كُنّا غرسنا العيدان كلّها. وفعلًا أنجزنا المهمة بأعجوبة. في اللحظة دي سمعت صوت محمد من الفيلا وكان بينادي على سعدية عشان اتأخّرت عليه بالقهوة. فسابتني طبعًا ودخلت عشان ترُد عليه، وأنا كمان سِبت الجنينة ودخلت الفيلا. لكن وأنا داخلة كنت باتلفت حواليّا لإني كنت عارفة إن جابر موجود في الفيلا وبيراقبني. المهم بعد ما دخلت لقيت محمد بيزعق لسعدية وبيقول لها: "مش طلبت منِّك قهوة، ما جبتهاش ليه؟" قُلت له: "أيوه، ما أنا كنت باعملها لحضرتك، لكن الأنسة مريم طلبت مني إن أنا أساعدها في الزرع، وبعدين أرجع أعمل لك القهوة." طبعًا بَص لي بتعجُّب وقال لها: "زرع إيه؟" قُلت له: قالت له: "الزرع الآنسة مريم طلبته منّي إن أنا أساعده فيها." قال لها: "أيوه، ما أنا باسألِك زرع إيه اللي زرعتوه ده؟" قُلت له: "زرعنا مكرونة." قعدت أدعي على سعدية في سري وقُلت له: "إلهي يزرعوكِ أنتِ واللي خلّفوكِ يا بعيدة." بَص لي محمد وكان واضح من نظراته إنه بيطلب منّي تفسير الكلام اللي قالته سعدية ده، لكن أنا طبعًا ما كانش عندي أي مُبرر أقوله. لكن فكرت أخترع له أي حاجة. بصيت له وقلت له: "أيوه، إيه المشكلة؟ بازرع مكرونة عادي." قال لي: "يعني إيه بتزرعي مكرونة؟ هي المكرونة بتتزرع؟" فرديت بسرعة قلت له: "ما هي دي أحداث نظرية قريتها في كتاب اللي باقراه بتاع الطاقة السلبية. أصل بصراحة أنا لاحظت إن البيت هنا مليان بطاقة سلبية، وده اللي مخلّي منيرة أختك عاملة زي الطور المطلوق وطايحة في الكل. عشان كده فكرت إن أنا أقرا كتاب لطرد الطاقة، وعرفت من الكتاب إن الزرع بالليل بيطرد الطاقة السلبية." بص لي كده وهو بيتعجب وقال لي: "أول مرة أعرف اللي عايز يطرد الطاقة السلبية يزرع مكرونة في الجنينة." رديت عليه بكل ثقة وقلت له: "أنا قريت ده كمان، إنك لو عايز البيت يشع بهجة وسرور ممكن تعلق كيلو خيار في النجفة." فوقف محمد كده ومتنح لي وهو ساكت يمكن يستوعب اللي أنا بقوله. وقبل ما يخرج عن صمته استأذنت منه وقلت له: "بعد إذنك بقى علشان أروح أكمل باقي الكتاب." ومجرد ما رجعت لأوضتي اتصل عليا جابر علشان أقوله إن أنا نفذت المهمة، هو كمان ينفذ وعده ويرجع لي أمي. لكن لقيت تليفونه مقفول وفضلت حاطة التليفون قدامي وأنا مستنية إن هو يرن عليا. وأثناء ما كنت مستنية مكالمة من جابر سمعت باب أوضتي بيخبط. رديت وقلت له: "ادخل." وفي اللحظة دي لقيت محمد داخل عليا وبيقول لي: "لقيت علاج وطريقة أفضل من الكتاب بتاعك لطرد الطاقة السلبية من البيت." قلت له: "طريقة إيه؟" قال لي: "الخلاف اللي ما بينك وما بين منيرة هو السبب في حالة الخنقة اللي في البيت دي، عشان كده أنا فكرت إن أنا أعزمك أنت وهي في الليلة دي في مكان شيك عشان نتعشى وبالمرة أصالحكم على بعض." وسألني محمد وقال لي: "إيه رأيك؟" قلت له: "إن كان عليا أنا موافقة، المهم توافق هي." قال لي: "قاعدة دلوقتي عند واحدة صاحبتها وأنا اتصلت بيها وعرضت عليها الفكرة ووافقت. قلت لها إن هي تحصلني على هناك." فرديت بابتسامة وقلت له: "تمام، وأنا ما عنديش مانع أصالحها." ابتسم محمد وقال لي: "خلاص، اتفضلي دلوقتي البسي شيك أشيك حاجة عندي، لإن هاعزمكم على عشا في مكان شيك جدًا جدًا." حاولت أعتذر عن الخروج وقلت له: "معلش يا محمد أنت عارف الظروف اللي بامُر بيها بسبب اختفاء ماما."
فمش هاقدر أخرج، لكن ما عنديش مانع إن جلسة الصلح دي تبقى في البيت هنا. قال لي: "عزومة الصلح دي أنا عاملها مخصوص عشان أروّق الجو لمامتِك لمّا ترجع بالسلامة، ولمّا تتصالحوا أنتِ وأختي البيت هنا هيبقى مناسب لمامتِك، فأرجوكِ وافقي على العزومة وصدقيني مش هتندمي." فبصيت له وأنا بافكر وبعدها وافقت، وقُلت له: "ماشي موافقة." وفعلًا لبست فستان يليق بالمكان اللي محمد قال عليه، وحطيت شوية ميك اب، وبعدها بصيت على المراية وخرجت بسرعة لمحمد اللي واقف مبلم شوية أول ما شافني، وبعدها ابتسم وقال لي: "ما أروعك." وابتسم بخجل كده، وقلت له: "أنا كده مستعدة للخروجة." وفعلا خدني محمد وخرجنا ورحنا على أفخم مطعم شفته من يوم ما اتولدت. ومجرد دخلت من الباب بدأت أسمع موسيقى هادية واتفاجئت إن محمد حاجز لنا ترابيزة في ركن هادي في المطعم. بصراحة المكان كله كان روعة، ومحمد كان أروع، وبدلته الشيك وطلته اللي تجنن. ومجرد ما قعدنا سألته عن أخته وقلت له: "هي فين دلوقتي؟" قال لي: "يظهر إنها لسه في الطريق، استني هتصل بيها." وفعلا اتصل بيها، وبعد ما سمع لها شوية قفل معاها ورجع قال لي: "منيرة بتعتذر عشان صاحبتها تعبت فجأة، مش هتقدر تسيبها لوحدها." وقلت له: "طيب هنمشي ولا ايه؟" قال لي: "ونمشي ليه؟ احنا حجزنا خلاص، يبقى نتعشى بالمرة وبعدين نمشي." ابتسمت وقلت له: "خلاص ماشي." وبالفعل اتعشينا انا ومحمد، واحنا بنتكلم وبنضحك في اللحظة دي حسيت ان محمد مهتم بيا وحابب صحبتي. كنت مبهورة بالمكان وفرحانة بوجودي معاه، خصوصا لما دعاني للرقص. وابتسمت وقلت له: "ما بعرفش أرقص، أنا آخر معلوماتي عن الرقص كانت في الأفلام بتاعت نجلاء فتحي بتاعت السبعينات." فابتسم محمد وقال لي: "يعني أنا اللي بعرف أرقص؟" وبعدها رجع فكر وقال لي: "أقولك تعالي نجرب نعمل زي الناس دي." وخلاص فعلا قمنا وبدأنا إن احنا نقلد الناس، بدأنا الرقص. وقلت له: "أنا مكسوفة قوي." فخدني ما بين ايديه وقال لي: "غمضي عينيكي والعيون هتختفي عنك لأنك مش هتشوفي حد." وبالفعل غمضت عينيا وانفصلت عن الواقع، وبدأت أشم ريحة البرفان القوية بتاعته وأسمع لنبرات صوته الهادية. في اللحظة دي تهت في كلامه واتسحلت بالإحساس اللي أنا كنت عايشة فيه، لدرجة إن أنا نسيت مشاكلي والبلاوي اللي أنا فيها، ولقيتني بقول لنفسي: ياه قد إيه أنا كنت محتاجة الإحساس الجميل ده، ومحتاجة لوجود حد في حياتي زي محمد. وفضلت عايشة في الحالة الجميلة دي ومن غير ما أتكلم كلمة واحدة لغاية ما الموسيقى وقفت. وساعتها فقت لنفسي، لقيتني مغمضة عينيا ونايمة على كتف محمد زي الطفلة الصغيرة. في اللحظة دي فقت لنفسي وقلت: هو أنا إيه اللي بهببه ده؟ أنا إزاي نسيت نفسي للدرجة دي؟ محمد اللي أنا هيمنة فيه ده أنا قتلت أبوه، يعني المفروض إن أنا أكبر عدوة ليه، ولو عرف حقيقتي هيقتلني. وبعدين ازاي امي تبقى مخطوفة وانا بخرج وبرقص عادي كده؟ وبسرعة بعدت عنه وقلت له: "انا عايزة امشي." قال لي: "ايه اللي حصل؟" قلت له: "معلش انا متضايقة شوية وعايزة اروح دلوقتي لو سمحت." فوافق محمد على طلبي وروحنا على البيت. وبالفعل اول ما دخلت على اوضتي خرجت موبايلي من شنطتي وبصيت في موبايلي لربما يكون جابر اتصل بيا، لكن ما لقيتش اي اتصال منه. فقلعت هدومي ورحت في النوم، لكن الصبح صحيت من النوم على تليفوني بيرن ولقيت المتصل جابر، ورديت عليه بسرعة وقلت له: "ألو." سمعته بيقول لي: "برافو عليكي، انت نفذتي المهمة بنجاح، دلوقتي استعدي عشان تنفذي المهمة التانية." "المهمة ايه؟" قال لي: "المرة دي مطلوب منك انك تخلصي على محمد." قلت له: "ايه؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ مستحيل." قال لي: "طب ما تصبري، ما لسه في الاختيار التاني." قلت له: "ايه هو الاختيار التاني؟" قال لي: "الاختيار التاني انك تباتي الليلة في غرفة محمد، بس بشرط انه يكون معاكي في نفس الأوضة طول الليل وتباتي معاه على نفس السرير." قلت له: "الطلب ده كمان صعب برضه، وصعب جدا كمان." قال لي: "خلاص لو مش هتنفذي المهمة دي هنضطر نرجع للاختيار الأول." قلت له: "لا لا خلاص أنا هبات في أوضة محمد وأمري لله." رد طبعا جابر وقال لي: "تمام، يبقى تسمعي بقى التعليمات الجاية دي." قلت له: "ماشي." قال لي: "التعليمات ان انت هتستني للساعة 12 بالليل وهتنزلي تقفي عند البوابة الحديد بتاعة الفيلا، وهناك هتلاقيني سايبلك ساعتين يد.
تاخديهم والبسي واحدة وادي محمد واحدة. قلت له ايه لازمة الساعات دي؟ قال لي الساعات دي عبارة عن كاميرات مراقبة، وهترجعيها مكانها على البوابة الصبح أول ما تصحي، علشان أتأكد إن انتي بتنفذي التعليمات وإنك هتباتي طول الليل مع محمد وعلى سريره. بالفعل قلت له طب قولي انت هتستفاد ايه من الطلبات اللي بتطلبها مني دي؟ ومن غير ما يرد عليا قفل المكالمة. أنا بدأت أفكر ازاي هنفذ المهمة الصعبة دي اللي كلفني بيها، وأثناء ما كنت قاعدة بفكر اتفاجئت بمنيرة بترزع الباب. فتحت لها ولقيتها ماسكة صينية عليها فنجانين قهوة. قبل ما اقول لها عايزة ايه لقيتها بتصرخ في وشي وقالت لي انت هتفضلي قاعدة في اوضتك هنا وسايباني انا وسعدية الشغالة نقدم القهوة للناس اللي جايين لي العزا وحدنا؟ قلت لها ما انت سبتينا ومشيتي امبارح، وانا ومحمد اللي كنا بنقابل الناس اللي بتعزي لوحدنا، حد فينا قالك حاجة؟ قالت لي انا اعمل اللي انا عايزاه، لكن انت هنا ملكيش صفة ولازم تسمعي الاوامر. ومدت لي ايديها بالصينيه وقالت لي تنيلي وخدي الصينيه وروحي قدمي القهوه للناس. وقلت لها مش انت يا بت من هنا، بدل ما البسك الصينيه بتاعت القهوه دي في وشك. فضلت في حيره لغايه ما جت الساعه 12. نزلت بسرعه عند البوابه الحديد ولقيت فعلا علبتين هدايا فيهم ساعتين، ساعه رجالي وساعه حريمي. فاخدتهم وطلعت على اوضه محمد، واول ما خبطت على الباب فتح لي وقال لي نعم. فمديت له ايديا بعلبه الهدايا اللي فيها الساعه الرجالي، وقلت له انا عارفه ان انت زعلان مني، علشان كده انا قلت اجيب لك هديه واصالحك بيها. قال لي يا سلام، المفروض بقى الهديه دي هتصلح الغلط اللي انت غلطتيها النهارده. فانا انتهزت فرصه العتاب وزقيته وقفلت الباب وقلت له ما انا هصالحك، يعني هصالحك، انت ما تتصورش زعلك يعز عليا ازاي. فرد وهو بيحاول يداري ابتسامته وقال لي وبعدين؟ تعالي هنا، انت لحقتي جبت الهديه دي امتى؟ في اللحظة دي كنت اتسللت ودخلت الأوضة وقعدت على السرير وقلت له يا لهوي، ده موضوع الساعة ده له حكاية غريبة، اقعد بس وانا احكيها لك. هحكيها لك من الأول. فبصلي طبعا بتعجب، وبعدها ساب مكانه عند الباب وقرب مني وقال لي ايه بقى حكاية الساعة؟ وقلت له لا استنى، قبل ما اقول لك حكايتها البسها الأول علشان اشوفها عليك. فمسك محمد الساعة في ايده وقال لي مش هلبسها غير لما اعرف ايه الحكاية، الساعة دي وإيه مناسبتها. فلبست الساعة بتاعتي وقلت له ماشي اتفضل اقعد وانا اقول لك حكاية الساعة. وفعلا قعد محمد وانا قاعدة بألف رواية في دماغي ابرر له قصة الساعة اللي انا جايباها له دي. قلت له الحكاية يا سيدي ان انا تعبت من فترة وبعيد عن السامعين جالي تشنجات، فرحت للدكتور وكتب لي على علاج وقال لي ان عندك مرض عصبي، وكتب لي على علاج للأعصاب وفهمني كل ما تجيلي الحالة اخد العلاج. بص لي محمد وقال لي برضو ما فهمتش ايه علاقتي باللي انت بتقوليه بالساعة. قلت له استنى بس هفهمك. ورجعت اكمل تحوير وقلت له ان انا بقى لما تعبت امبارح بسبب اختك فجاني دور رياف، فنزلت النهارده بدري علشان اشتري الدواء وبالمرة اشتري ساعة اظبط عليها الوقت وكده علشان اخد العلاج في ميعاده. واثناء ما كنت بشتري الساعة لفت نظري الساعة الجميلة بتاعتك دي، فقلت اشتريها عشانك واديها لك هدية في أول مناسبة. وبصراحة النهاردة لما حسيت انك زعلان مني قلت اجيبها لك الساعة علشان اصالحك بيها، ومفيش اجمل من الصلح مناسبة. فرد وقال لي عموما شكرا لذوقك واهتمامك. قلت له لسه زعلان مني؟ قال لي لا خلاص مش زعلان. فانا انتهزتها فرصة وقلت له طب طالما اتصالحنا بقى عايزة اطلب منك طلب صغنن. قال لي اطلبي. قلت له انا عندي دواء مهم قوي لازم اخده بعد ساعة من دلوقتي، ولو راحت عليا نوع انا ممكن اتعب جامد، ممكن اقعد اتكلم معاك الساعة دي لغاية ميعاد الدواء؟ رد محمد بترحيب وقال لي اه طبعا اقعدي عادي، انا اصلا ما كانش جاي لي نوم خالص. فابتسمت أنا كمان وفضلت أفتح في مواضيع للكلام وبقيت أرفع رجلي على السرير واحدة واحدة. وبعد شوية قلت له الجو عندك برد قوي، ممكن أتغطى بالبطانية بتاعتك؟ ابتسم محمد بإحراج وقال لي خدي راحتك. وبعد ما استوطنت في السرير وأخدت راحتي ورحرحت على الآخر ولقيت نفسي بغيب عن الوعي ورحت في النوم. والصبح قمت لقيت محمد نايم جنبي، فاتفزعت وكنت هصرخ لكن شفت الساعات اللي في ايدينا. افتكرت بسرعة واخدت الساعة من ايد محمد قبل ما يصحى، ورحت رجعت الساعة على البوابة مكانها، ورجعت على اوضتي بسرعة. حاولت اتصل بجابر واقوله ان انا نفذت المهمة علشان يفك اسر امي بقى،
لكن برضه الموبايل بتاعه كان مقفول. وأثناء ما كنت بفكر إن أنا أتصل تاني، لقيت محمد جاي بيبصلي بتعجب وسألني، قال لي: "فين الساعة بتاعتي؟ فين الساعة اللي كانت في إيدِك؟" وبعدها عملت نفسي مش فاهمة حاجة وسألته بتعجب وقُلت له: "ساعة إيه؟" سألني محمد تاني وحط إيده على راسه وقال لي: "هو أنتِ مش جيتِ لي أوضتي امبارح وجبتِ لي هدية؟" قُلت له: "أنا؟ لأ خالص." "ليه؟" فرد محمد وقال لي: "لأ، ما فيش. يظهر إنِّك سيطرتِ على تفكيري لدرجة إن أنا كنت باحلم بيكِ امبارح." فضحكت وقُلت له: "صحيح يا محمد، أنا وأمي عايشين في البيت ده بقى لنا سنين، وأبوك عمره ما جاب سيرتك، هو أنتم كنتم متخانقين مع بعض والّا إيه؟" وبدل ما كان محمد بيضحك ومبسوط لقيته اتحول والتكشيرة حلت مكان الضحكة وسابني ومشي. وفضل محمد طول النهار ما يكلمنيش كأنه رجع مخاصمني تاني. بس المرة دي أنا ما كنتش مركزة معاه لأني كنت مستنية مكالمة من جابر فارغ الصبر. وبالليل اتصل بيا جابر بالفعل وقال لي: "بصراحة أنا مش عارف أعبرلك إزاي عن إعجابي بشطارتك. انتي نجحتي في المهمتين بتوع اليومين اللي فاتوا، وانا معجب بيكي لدرجة ان انا قررت ان انا اخدك معايا وانا مسافر. اجهزي بقى للمهمة الاخيرة عشان تشوفي امك قبل الفجر. اصل المهمة الجاية هتتنفذ على الساعة 2 بالليل، بس تخلي بالك المهمة دي ما فيهاش اختيارات." قلت له: "ايه المهمة؟" قال لي: "المهمة المطلوبة منك هي انك تشعلي النيران وتحرقي الفيلا باللي فيها من غير ما تحذري حد عندك، وانا سبتلك عند البوابة جيركن بنزين علشان يساعدك في انجاز المهمة. وما تخافيش لانك هتهربي انت وامك معايا، وانا هستناكي برا الفيلا في عربية." وقلت له: "لا طبعا انا مش هقدر انفذ المهمة دي." رد عليا وقال لي: "يبقى امك هتموت والتسجيلات هتتسلم للنيابة." وبعد ما كبر قال لي على المهمة الأخيرة قفل الخط كالعادة. في اللحظة دي ما قدرتش أنفذ طلبه وفضلت طول النهار متوترة وبفكر في المصيبة الجديدة اللي أنا فيها. وعلشان محمد ما يسألنيش ويقول لي: "مالك؟" اختفيت عن عينيه طول النهار وعملت نفسي نايمة. وبالليل قفلت على نفسي ونمت على سريري. حاولت أنام شوية فعلا علشان أرحم نفسي من التفكير. وفي الميعاد جبت الجيركن بتاع البنزين وغرقت الفيلا كلها. وفعلا ولعت النار في الفيلا. وأثناء ما كان الحريق بياكل الفيلا خرجت بسرعة أجري ناحية العربية الجيب بتاعت جابر اللي كانت مستنياني علشان أهرب فيها معاه. وبمجرد ما وصلت العربية شفت جابر. في اللحظة دي اتصدمت صدمة عمري أول لما شفته. أصل مش هتصدقوا جابر طلع مين، لأن اللي شُفته قدّامي استحالة كان أي عقل يصدّقه. لأن اللي كان قدّامي في اللحظة دي هو سعد، سعد جوز أمي. ولقيتني باقول له: "معقول! جوز أمي! أنت لسه عايش! طب إزاي؟" فرَد عليَّ وقال لي: "قبل ما تسألي وتقولي لي إزاي وسلِّمي على أمِك الأول، والّا أنتِ مش ملاحظة إن أمِك قاعدة في الكرسي اللي ورا؟" بصّيت للعربية ولقيت أمي فعلًا. فتحت العربية وقُلت لها: "انزلي." لكن أمي ما اتحركتش من مكانها. فلاحظت إن جوز أمي مقيد إيديها ورجليها كمان. وقبل ما أطلب منه يفكها اتفاجئت بيه وهو بيرغمني على دخول العربية. وبعد ما دخلني جنب أمي برضو ربط إيدي ورجلي أنا كمان. وبعدها بدأ يكشف عن نواياه وقال لي: "أنا كنت عارف إنكم كلكم بتكرهوني وكان لازم أخلص منكم كلكم." في اللحظة دي فضلت أترجاه واستعطفه علشان يعتقني أنا وأمي. لكن سعد فضل يضحك ويقول لي: "انت كنت فاكرة إن انت هتقدري تخلصي عليا أو تخلصي مني، لكن لأ، أنا لعبتك لغاية ما خليتك تخلصيني من كل القرف." ورفع ايديه كده وكان ماسك جهاز في ايده يشبه الموبايل وقال لي: "انا حاطط في العربية قنبلة هتخلي العربية تتفحم بيكم مجرد ما ادوس على الزرار." في اللحظة دي حاولت ارجعه على اللي هو هيعمله. فضلت اصرخ واقول له: "الحقوني يا ناس لكن محدش سمعني لان سعد قفل العربية بالمفتاح عن بعد وقفل الازاز والابواب. وانا وامي التزمنا الصمت واحنا مستنيين نهايتنا. وبدأت أسمع صوت رنين خافت فعرفت إن ده صوت المؤشر. فضلت أصرخ تاني وأخبط على الإزاز بكل قوتي وأقول: "الحقونا الحقونا." وأثناء ما كنت بصرخ وبطلب الاستغاثة سمعت صوت محمد وسمعته وهو بيسألني وبيقول لي: "قنبلة ايه اللي تنفجر يا مريم؟ اصحي."
في اللحظة دي فتحت عينيا ولقيت محمد قدامي ولقيتني نايمة على السرير، فعرفت إن أنا كنت في كابوس، ولقيتني بقول لنفسي يا لهوي أنا يظهر راحت عليا نومة. بس بسرعة سألت محمد وقلت له الساعة كام، فرد محمد وقال لي الساعة 1 بعد نص الليل. في اللحظة دي حمدت ربنا وفضلت أقول الحمد لله الوقت لسه معداش. قال لي وقت إيه؟ فبصيت لمحمد من غير ما أرد عليه، وطبعا كنت بحمد ربنا لأني ما راحتش عليا نومة وغفلت عن ميعاد جابر. فبص لي محمد بشفقة وقال لي لا، انتي باين عليكي تعبانة بجد، فين الدوا بتاعك؟ قلت له دوا ايه؟ فبص لي بيتعجب وقال لي انتي مش بتقولي انك بتاخدي علاج علشان كل ما بتتعصبي؟ قلت له اه ايوه انا باخد علاج فعلا، بس انا يعني خلصت العلاج واخدته قبل ما انام. محمد غطاني بالبطانية وطبطب عليا وقال لي حاولي تنامي دلوقتي وبكرة هاخدك لدكتور كويس يكتب لك علاج احسن من اللي انتي بتاخديه ده. فهزيت راسي وقلت له ماشي تصبح على خير. وبعد ما خرج محمد من الأوضة بصيت في التليفون ولقيت الساعة بقت 1:15 بعد نص الليل. حاولت أفكر تاني في حل يخرجني من الورطة اللي أنا فيها دي قبل ما الساعة تيجي 2، لكن عدى نص ساعة وبرضه ملقتش حل. فقمت عشان أدخل الحمام وألبس وأجهز في النص ساعة الباقية، وفي أثناء ما كنت رايحة الحمام سمعت صوت تليفوني بيرن. استغربت وقلت غريبة، معقول يكون المتصل ده جابر؟ طب هيتصل قبل الميعاد بنص ساعة ليه؟ وبسرعة جريت على الموبايل علشان أشوف فيه ايه، وبمجرد ما مسكته لقيت اتصال من رقم غريب. فرديت بحذر وقلت ألو، فرد صوت جميل وكان وحشني وكنت هموت واسمعه. أيوة، هو صوت ماما وهي اللي بتقولي يا مريم. فصرخت وقلت لها ماما حبيبتي الحمد لله إني سمعت صوتِك تاني، قولي لي بسرعة أنتِ عاملة إيه وصحتِك عاملة إيه؟ فضحكت ماما وردِّت عليَّ بصوت عفوي وقالت لي: "أنا الحمد لله بخير، وصحتي بقت عال العال، وأنا دلوقتي هافتح لِك كاميرا علشان تطمني عليَّ." وفعلًا فتحت ماما الكاميرا ولقيتها قاعدة على سرير في المستشفى، وقدامها طبق تفاح والممرضات والدكتور رايحين جايين جنبها، وشها وصوتها كانوا بيقولوا إن هي بدأت تتعافى. ورجعت أحسن من الأول. حمدت ربنا وسألتها وقلت لها هو جابر دخلك المستشفى من ساعة ما أخدك؟ فردت أمي باستغراب وقالت لي جابر مين؟ قلت لها جابر اللي أخدك من المستشفى. قالت لي أنا معرفش حد من الاسم ده ولا في أي رجالة معانا خالص، اللي أخدتني من المستشفى هي واحدة قريبتي، وابقى أقول لِك بعدين قريبتي أخدتني ليه من المستشفى وجابتني هنا. المهم دلوقتي أنا عايزاكِ تطمني عليَّ وتعرفي أنا بخير، وقريب جدًا هارجع لِك وهنكون مع بعض، بس حذاري تقولي لحد إنِّك كلمتيني، ولازم تمسحي المكالمة اللي تمت ما بيننا دلوقتي. واحذفي الرقم اللي كلمتِك منه كمان. سألتها وقُلت لها وليه كل ده؟ وقبل ما أسمع من أمي أي إجابة الكاميرا وقفت والخط فصل، وأنا حصلت لي لخبطة في دماغي ولقيتني مش فاهمة أي حاجة، وبدأت أسأل نفسي وأقول إزاي جابر كان بيأكد لي إن هو اللي خطف أمي وبيساومني بيها، وإزاي أمي بتقول لي إن هي ما تعرفش جابر وما شافتش أي رجالة أصلًا. معنى كده إن جابر كان بيخدعني علشان يجبرني إن أنا أنفذ كل أوامره. يا لهوي! ده أنا كان فاضل لي دقايق وارتكب جريمة بشعة. وبعد ما حمدت ربنا وأمي اتصلت في الوقت المناسب وقررت إن أنا أقعد وأفكر بهدوء علشان أشوف أتصرف إزاي مع المجرم ده. وفعلا وصلت لفكرة معقولة، وبعد ما الساعة دقت 2 فضلت قاعدة مكاني، منزلتش أجيب جيركن البنزين من عند البوابة زي ما هو أمرني. باختصار ما اتحركتش من مكاني خالص. وبعد 5 دقايق سمعت موبايلي بيرن، ولما بصيت لقيت المتصل جابر. رديت عليه بثبات وقلت له نعم. قال لي راحت عليكِ نومة والّا إيه؟ فرديت بنفس الثبات وقُلت له: "لأ، أنا صاحية ومش هانفّذ لك أي أوامر بعد كده." قال لي: "أنتِ باين عليكِ واخدة حبّتين شجاعة مقويين قلبِك." فرديت عليه بمنتهى الثقة وقُلت له: "وليه ما تقولش إني فُقت على صدمة؟ صدمة خلّتني ما بقيتش باقية على حاجة." سألني بتعجُّب وقال لي: "ما تتكلّمي عدل يا بت، بدل ما عليّا النعمة أقوم أخلّص على أمِك دلوقتي حالًا." فرديت عليه وقُلت له: "وأنت مش خلّصت عليها وقتلتها، هتموت تاني إزاي يعني؟" سكت جابر شوية ورجع يتأكد من اللي سمعه مني وقال لي: "انت بتخرفي وبتقولي ايه؟" قلت له: "انا اتأكدت انك نفذت تهديدك وخلصت على امي، وانا بنفسي شفت جثتها في المشرحة." فسألني جابر باهتمام وقال لي: "مشرحة ايه؟" فرديت عليه بمنتهى التأثر وقلت له: "دكتور في مشرحة اتصل بيا النهاردة وقال لي ان امك
عندهم. ولمّا رُحت المشرحة اتفاجئت إن أمي فعلًا، ولمّا سألت الدكتور هي وصلت عندكم إزاي، قال لي المستشفى حوّلتها عليهم بعد ما لقوها مرمية في عربية عطلانة، وده معناه إنك نفذت تهديدك وخلصت عليها، ولا جاي دلوقتي عايز تكمل في استغلالك ليا يعني. لولا إنهم لقوا الموبايل بتاعها كان في جيبها واتصلوا بيا وعرفوني الحقيقة، كان زماني دلوقتي نفذت لك اللي انت بتطلبه مني. قال لي بس أنا ما قلتلكيش أمك، صدقيني والله أنا ما قتلتلكيش أمك وما قربتش منها. فرديت عليه وقلت له انت عايز تفهمني انك خلصت على جوز أمي لكن بريء من قتل أمي؟ قال لي: "أيوه فعلًا هي دي الحقيقة، أنا عملت اللي قُلتِ لي عليه في جوز أمِك، لكن أمِك لأ." في اللحظة دي اتقلبت الموازين وبدأت أنا اللي أهدّده، قُلت له: "الكلام ده تقوله في النيابة، لإني خلاص ما بقيتش باقية على الدنيا وناوية أسلِّم نفسي وأعترف لهم بكل حاجة." قال لي: "وليه؟ وليه ما سلّمتيش نَفْسِك لغاية دلوقتي؟ وبعدين هو في واحدة تبقى مش باقية على الدنيا وترُد على الموبايل وتاخد وتدّي في الكلام كده؟" فردّيت عليه بنَفْس الثبات وقُلت له: "ما كانش ينفع أقول لهم إن ليّا شريك من غير دليل، من الآخر أنا ردّيت علشان أسجّل لك المكالمة دي، وأديك اعترفت بنَفْسك إنّك خلّصت على جوز أمي، وأنا عارفة مكان بيتك يا جابر وعارفة خطيبتك." وقبل ما أكمّل كلامي قال لي جابر ساعتها قفل السكة واتأكد إن الخدع دخلت عليه وزمانه مرعوب دلوقتي. فضلت أغني وأرقص من الفرحة، ولكن فرحتي ما طولتش كتير لأن وأنا بتلفت اتفاجئت بوجود شخص على الباب، والشخص ده سمع المحادثة اللي كانت ما بيني وما بين جابر. عارفين مين اللي كان معايا في الأوضة؟ كانت منيرة، كانت واقفة على باب الأوضة وكان واضح إنها سمعت كلامي كله، وطبعًا فهمت كل حاجة من خلال المحادثة اللي كانت ما بيني وما بين جابر. وفي اللحظة دي وقفت واتسمرت في مكاني من الصدمة، وبعدها سألتها، قُلت لها: "أنتِ هنا من إمتى؟" ردِّت بهدوء وقالت لي: "أنا هنا من أول المكالمة، بس ما كانش ينفع أتكلم علشان كنتِ مشغولة، وأنا كنت باسجل لِك كل اللي قُلتيه." وقبل ما أحاول إن أنا أدافع عن نفسي ولا أنطق بأي كلمة اتفاجئت بيها وهي بتهجم عليَّ وبترجّع إيديا الاتنين ورا ضهري وبتربطهم في ثواني، ربطتهم بسلك الموبايل، وفهمت ساعتها إنها هتسلّمني للبوليس. بصّيت لها بصدمة من غير ما أتكلم لإني كنت متأكدة إنها مش هتنصفني ومش هتسمع لي. مهما اتذللت لها ولقيتها جاية تقرّب منّي وبتقول لي: "كنت متأكدة إن أنتِ وأمِك اللي خلّصتِ على أبويا، بس ما كانش عندي دليل، لكن دلوقتي مسكت الدليل عليكِ أخيرًا، ولازم تدفعي تمن جريمتِك." فهديت وهديت راسي واستسلمت وأنا عينيا في الأرض، وقُلت لها: "تمام، وأنا مستعدة للعقاب، اتفضلي بلّغي المباحث." فكّرت أميرة شوية وبعدها قالت لي: "أبلّغ البوليس عنِّك لمّا تكوني خلّصتِ على حد غريب عني، لكن أنتِ خلّصتِ على أعز حد عندي، يعني دلوقتي لازم آخُد بطار أبويا وبنَفْسي، ويا إمّا آخُد حقّي بقى بقتلِك زي ما قتلتيه أو آخُد حقّي منِّك بالدِيّة." بصّيت لها كده وأنا متعجبة وباقول لها: "يعني أنتِ ممكن تقبلي الدِيّة؟" قالت لي: "آه، لإن حبسِك ده مش أو إعدامِك مش هاستفيد منّه بشيء، لكن الدِيّة هتبقى تعويض عملي على فقدان أبويا." قُلت لها: "عايزة دِيّة قد إيه؟" ومن غير ما أتكلم أخدتني معاها أوضتها، وأنا كنت ما زلت إيديّا متكتفة ورا ضهري، دخّلتني الأوضة وقعدتني على كرسي التسريحة بتاعها وطلّعت من الدرج قلم وورقتين، والورقتين دول كانوا فاضيين. بصّيت لها بكثرة سألتها: "أيوه بس ده ورق أبيض." وخلّتني مضيت عليهم واحتفظت بالورقتين اللي أنا مضيت عليهم في جيبها، ورجعت ربطت إيديّا تاني ورجليّا وطلبت إن أنا بقيمة الديّة دي من الأول. قُلت لها: "أنا مضيت خلاص على الورقتين اللي أنتِ عاوزاهم." قالت لي: "ورق اللي أنتِ مضيتِ عليه ده هيبقى ورق ضغط علشان أجبرِك على دفع الدِّية، وورقة منهم هاكتب فيها اعتراف منِّك بقتل أبويا، والورقة التانية هتكون واصلة لي مبلغ كبير، ودول هاقدّمهم للنيابة في حالة لو رفضتِ تدفعي الدِّية اللي أنا طلبتها دلوقتي." قُلت لها: "طَب ما تقولي إيه الدِّية اللي أنتِ عاوزاها؟" قالت لي: "الدِّية قيمتها تساوي ميراث أبويا كلّه." طَب إزاي؟ أنا مش فاهمة حاجة، وأنا أجيب لِك ميراث أبوكِ كلّه إزاي؟ قالت لي: "أنا كنت هاخد ميراث أبويا كلّه لولا رجوع محمد أخويا اللي هيورث دلوقتي ضِعف الميراث اللي هاورثه." بصّيت لها بحيرة بعد ما عجزت عن فهمها وإيه اللي بيدور في دماغها،
قُلت لها: "تقصدي إيه بالضبط؟ أنا كده ما بقيتش فاهمة حاجة." وراحت كشفت عن نواياها باختصار كده: "عايزاكِ تخلّصي على محمد، وبكده تبقى ساعدتيني إن أنا أتخلّص من محمد، وهتبقى دي الدِيّة اللي هتدفعيها عن قتل أبويا، ومجرد ما هتدفعي الدِيّة دي أنا ساعتها هاترحّم على أبويا وأنسى جريمتِك وأسيبِك تروحي لحالِك." وطبعًا أنا رفضت إن أنا أعمل كده. قولوا لي أعمل إيه وأتصرّف إزاي وأطلع من المشكلة اللي أنا فيها إزاي؟ أروح أسلِّم نفسي للبوليس وأبلّغ عن منيرة والّا أتصرّف إزاي؟ مستنية رأيكم في التعليقات، ودي كانت نهاية قصة النهارده. لو وصلت لغاية هنا ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس و share لأصحابكم اللي بيحبوا النوعية دي من الفيديوهات، وأسيبكم في حفظ الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.